والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. أسعد الله مساءكم وصباحكم وأوقاتكم وأيامكم ولياليكم بكل خير وسعادة وهنا وفرحة وبهجة وسرور وحضور وراحة بال. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. معنا الإعلامية الكبيرة الأستاذة سهير يوسف تحدثنا عن المؤسسة العريقة، المؤسسة الشامخة التي قامت بها، فدعوني أرحب بها. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذة سهير. أنا كل هدفي من المؤسسة إن هي تنجح نور الناس بره وجوه، لأن المؤسسة الأول عايزين نبذة مختصرة عن نشأة المؤسسة. لفعل الخير والأعمال الإنسانية من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمتعثرين في الكلام وعايزين حد يعلمهم. هنعمل لهم ورش عمل، هنعمل ورش عمل خياطة وهنجميل وهنعمل كمان، لأن احنا بنحب بلدنا وكل هدفنا بلدنا. هنعمل كل اللي نقدر نستطيع نعمله في حق مصر، لأن مصر جميلة، مصر جميلة بنفسها وعندها استعداد أي موجودة هنقدمها فعلا في الفضائيات. وهنعمل مؤتمر قريب يا أستاذ قناوي هنا في المنتدى عن المواهب، وإزاي مواهب المنصورة اللي مفيش شبيه لها في العالم كله، لأن المنصورة معروفة من أم كلثوم واتربت على مية النيل وعايشين في النيل الجميل. فأكيد المواهب بتاعتنا زي ما شربت أم كلثوم مية النيل. المنصورة جميلة والضفائرية ولادة بالعلماء وبالفنانين والأدباء والممثلين وبكل حاجة حلوة. طب أهداف المؤسسة إيه؟ أهداف المؤسسة التنمية هي اسمها مؤسسة النيل العالمية للتنمية والحداد والفقر. كل هدفنا تنمية المجتمع جوه وبره، تأهيله ازاي يخرج من سوق العمل وهو معاه مهنة محتاجش المهنة. يعني لو جاب خرج وجاب إبرة وشوية خيط وعمل مثلا مسيرة أمثال أي حاجة وبحق الطالبة بتاعته، هتجيب مصاريف جامعتها وهي قاعدة. يعني ممكن بأشغال بسيطة وسهلة نوصل الطالبة إن هي تصرف على نفسها وتتعود تلقائية منها النفسية إن هي تبقى مجتهدة، إن هي مش محتاجة بدل ما تقول يا بابا ولا تقول يا ماما، هتلاقي نفسها منتجة لنفسها بحاجات بسيطة وحاجات سهلة. كده اللي أنا عايزة أقوله. طيب. عايزة نقول يا أستاذ. طيب المؤسسة حاليا لسه يعني قايمة تنهض. لسه هتنهض. ديت مش هتيجي منها. هنا السؤال، لو المؤسسة إن شاء الله بإذن الله ونتمنى ذلك، عندما تنهض المؤسسة وترتقي وتبقى مؤسسة ما شاء الله عالية شامخة، هل إن شاء الله بإذن الله تقوم بدورها على أكمل وجه، أم تجد بعد ما تتمكن؟ أنا ربنا أعطاني حاجة لما أنا في بناتي في ثالثة ابتدائي، فكانت أختي مجرد إن كنا 8 فكانت مكملة بينا في مكملين في مديرة مدخل البنات، فبقت تاخدنا معاها. اتعلمنا كل أنواع الأشغال يا أستاذ قناوي، لأن كل أجازة تقريبا لحد ما كبرنا وأخدنا شهاداتنا كان كل أجازة في المسجد. فأني زي ما اتعلمت وربنا اداني حاجات حلوة أعلمها فعلا، أعلمها للمواطن. كل اللي عايز يستفيد يجيله أنا زي ما ربنا اداني يجيله. أنا النهارده وقلت الكاميرا ناس من العراق وانا مبسوطه فعلا ان هم شرف فعلا لنا نوروا معانا، مصر. وشرف لينا انهم نوروا مصر. ندعوهم يبقوا مواطنين معانا يا رب في المؤسسه. ومن خلال لقائنا ده يا استاذ قناوي عايزين نوجه لهم كلمه، والعراقيين دول اخواتنا ونبض حياتنا وموجودين معانا فعلا. اخوات طبعا، وطبعا مجتمع نسيج متماسك مع، واحنا بنحب العراقيين ومصر بتحب كل الدول العربية والدول الإسلامية، ولا نفضل دولة عن دولة. بيتهم وبلدهم، وإن الأخاء والحب ده حاجة ما بتتقالش. أنا والله سعيد. حاجة لأن نهر دجلة والفرات ونهر النيل بيصب كله بيصب في واحد. فربنا حبب العرب كلها ببعضها، لأن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المؤمنين كلهم، الدول الإسلامية كلها دولة إسلامية واحدة، العرب كلهم إخوة، لا فرق بين عربية أو أعجمية.